اهلا 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 بيكم في الجيم مع غنيم. انا قاعد في الجنينه وفي وداني معايا الاستاذ محي. الاستاذ محي. سامعني يا استاذ محي؟ اهلا بيك يا استاذ محي. الاستاذ محي هو ما اسموش استاذ محي، انا هسميه محي طول الحلقه علشان هو هيحيي فيا روح الادب والاخلاق، لان هو استاذ في الاخلاق، مش كده ولا اتغيرت؟ حسب ما كنت اعرفك زمان كنت استاذ في الاخلاق. كنت مصطنع شويه بس يعني بقيت احسن حسب ما بتقول. انا ما شفت، بس شفتك يعني. لا في ادله في ادله. المهم ملناش دعوه ملناش دعوه يا محيي. ملناش دعوه يا محيي، احنا جايين نتكلم عن الاستاذ التاني اللي هو الاستاذ احمد الغندور. شاب مصري واعد انا بحبه. وسيم على فكره، انا بشوفه كده لذيذ، شكله من اللي هم ايه الناس العباقره اللذيذين. احب اشرب معاه قهوه، احب اشرب معاه فرابتشينو. احب ممكن مثلا نروح السينما مع بعض وبعد كده نتكلم عن الفيلم واخد انطباعاته واديله انطباعاتي. احب نقرا كتاب سوا او هو يقراه وبعدين يقول لي ملخصه. لا يعني شاب ظريف، شاب ظريف، وانا مستظرفه خالص. وفي نفس الوقت انا اشوف حاجات فيه مضايقاني كده ومستغربه. وعنده تقريبا حسب ما الاستاذ محي بيقول لي، انت مصدر معلوماتي دلوقتي في التليفون هنا. العقيد محي، انا هخليه. طب ما انا ايه اخليك عقيد. العقيد محي معايا، العقيد محي. ايوه معاك، اللي هو مميت بقى. انت محي وانا مميت ونشتغل، واخد بالك؟ جود كاب باد كاب، والعب معايا يا محي. وعلى 1.5، واخد بالك ليه؟ لان انا عارف ان في مراكيب داروين هيتفرجوا على الفيديو ده. وبي... ومراكيب داروين دول ما لهمش اخر، يعني قول التانيين مراكيب تميم ومراكيب مش عارف مين ومراكيب، بيبقى كل واحد فيهم ليهم اخر، انما بتوع داروين دول لا لا لا، دول معديين. دول من ملايين السنين دول. دي كائنات. كائنات بقى لها معمره، بقى لها ملايين من جوه في دماغها. فاحنا ايه، نرجع بس للاستاذ احمد. انا زي ما قلت الشاب وسيم عنده 26 سنه، خريج الجامعه الامريكيه. اهلا بيها الجامعه الامريكيه. انا برضو خريج، انا برضو ماجستير يالا في الجامعه الامريكيه وجايب 4.0. 4.0 والله العظيم بجد، بامانه ما اكذبش عليك يعني. هو خريج كليه علوم، علوم. والاستاذ محي معانا متابع بيولوجي. هو بدأ الفيديوهات بتاعته كده من فوق وبيكلمنا كده طول الوقت، فهو بيعمل بيرفورمانس، عامل بيرفورمانس حلو وعجبني على فكره. انا لما شفته اول ما شفته اول مره، رحت للناس بتوع اكاديميه التحرير، لان انا كنت عامل ساعتها برضو منصه علميه، البرامج علميه يبقوا اتفرجوا عليها على يوتيوب اسمها اكاديميه التحرير، يبقوا اتفرجوا عليها. فقلت يا جماعه ما تشوفوا الراجل ده. شوفوا ازاي ندعمه، شوفوا ازاي نكلمه، شوفوا حتى ازاي نقلده، لان هو بيعمل حاجه واضح انها واصله للشباب. لما الشباب عايزين بحاجه ساعطيكم العلم ولا بد ان العلم لا، والعلم لابد ان والعلم بتاع 15 ثانيه كيف تصبح عالما بدون معلم. خلاص تمام ماشي حلو يا عم، انبسطوا كلكم، انا بحب الكلام ده اصلا. يعني انا قصدي اتعلمت من الحاجات دي، ما عنديش مشكله، بس حاططها في مكانها anyway. فالاستاذ عمل البرنامج، ربنا فتح عليه، بقى عنده فيوز حلوه جدا. مفيش مشكله، ربنا يبارك له، كده ماشي في السكه الصح. اهو ننشر علم بدل ما ننشر جهل وهكس، مفيش مشكله. وبدا يتطرف شويه في بعض الافكار ويقول انها الحقيقه المطلقه، مفيش مشكله. طب ما هو ده صح برضه، خلينا نشك. يعني قصدي انا ما عنديش اي حساسيه من اي محتوى قدمه الدحيح، سواء كان محتوى انا موافق عليه ولا انا رافضه. ده انا بالعكس عاجبني طريقه العرض، وعاجبني ان هو مشخلل الدماغ المصريه، عامل لها كده. خلاص ماشي ماشي يا عم الدحيح، ربنا معاك، حبيناك. ليه بقى تروح لايه الجزيره؟ الجزيره جت كلمته، عم الدحيح انت حلو وبرنس، تعال اشتغل معانا هنديك فلوس حلوه كتير، ها ما تيجي تشتغل معانا؟ فتروح تشتغل معاه، هو ياخد الكونتنت بتاعك يحطه فين؟ في القناه بتاعته، فالمصريين يشتركوا في القناه بتاعته. فيبدا بعد شويه، بعد برنامج الدحيح ما يخلص، هو يقوم باعت له فيديو تاني يقول له مش عارف ايه عن جيش مصر، ويقعد يتريق على الجيش، ولا مش عارف يقول له ايه عن مش عارف ايه ويتريق على مش عارف ايه. هم عاملين اللعبه كلها عشان يجمعوا الاتنشن، زي ما اتعمل في الاعلام الرياضي. وعلى فكره انا ما بقولش ان قطر هي سبب مشاكل مصر كلها، ما احنا عندنا بلاوي، بس في النهايه ما ينفعش مخابرات قطريه تشتغل الشباب المصري الواعي بتاعنا عن طريق ان هم يقعدوا يشفطوا كل الشباب اللي بيجذبوا الاتنشن ويدوهم فلوس كتير. الحلقات بتكلف كام يا محي؟ الحلقة كانت بتتباع للجزيرة ب15,000 دولار، وهو كان بيعمل كام حلقة في الأسبوع يا محي؟
$15,000، حلقتين في الاسبوع، 8 حلقات في الشهر. السنة فيها كام اسبوع يا شباب؟ 52. يا لهوي، يعني 15,000، يعني يعني حد يعني ما شاء الله واحد عنده 26 سنة، ما شاء الله واحد عنده 26 سنة. الناس بتقول النت ضعيف بيقطع، أنا هحاول أغير مكاني شوية. واحد عنده 26 سنة بيقبض له بتاع $1,000,000 في السنة. مفيش مشكلة على فكرة، بس نتساءل طيب إيه هو بيعمل الحاجات دي للأجانب واخد باله، واعي إن هو الأجانب بيستخدموه ولا مش واعي؟ هل هو واعي ان الاجانب ممكن يكونوا بيستغلوا؟ وعلى فكره انا ما بخونوش، عشان احمد دوت جدع وكان محترم معايا لما انا اتعاملت معاه. اوعى تفتكر ان انا لما بنقل التساؤلات دي، لان انا كان ممكن افكر من البدايه ان هو خاين واقوم مخونه، لكن انا عارف ان في ناس كتير بتلعب اللعبه دي مش فاهمه تبعاتها. هو مش مركز، هو مش فاهم هو بيقول ايه، هو مش فاهم هو بيقول ايه، هو مش عارف هو حاطط نفسه في انهي مكان. ثانيه واحده عشان الخط ايه مع الاستاذ محي قطع، وعايزين ايه، استاذ محي ده مهم في المكالمه. حبيبي استاذ محي. فاحنا بنتكلم عن واحد يا شباب عنده 26 سنه قدر يوصل لفوق $1,000,000 بمحتوى دقائق استعراضي هو في النهايه، لكن بيبسط معلومات علميه تمام، عنده مصادر بشكل لذيذ حلو، ما مش ومفيد، وغير لك جزء من حياتك، والله العظيم برافو. بس انت لازم تبقى فاهم هو مستخدم في لعبه ايه، وبيستخدموه ليه، وبيعملوا بيه ايه، عشان بعد كده لما يجي يديك علم ومنطق ما يضحكش عليك ويبيع لك حاجه مش منطقيه اصلا، ويبيع لك حاجه مش منطقيه اصلا. اتحسبت $780,000 قال لك. على فكره انا بحب الدحيح وعايزه يشتغل في قناه مصريه، مش عايزينه بقى يشتغل مع الاجانب، مش عايزينه يروح يشتغل مع خلاص الاستاذ مش هيبقى معانا، مش عايزينه يشتغل مع ناس مش عارف ايه الدوشه يعني، علشان بسال سؤالين على الدحيح الاخ احمد الغندور، وبسال هم ليه القطريين قفلوا البرنامج بتاعه، لان الحجه بتاعت ان مفيش تمويل دي حجة خايبة. هم بيصرفوا مئات الملايين من الدولارات على المشاريع اللي زي مشروع الدحيح، وبالتالي واضح ان يا اما حصل سوء تفاهم او اختلاف على مبلغ الفلوس او حاجة او خناقة بسبب حاجة. احنا محتاجين، لو انت يا احمد يا غندور راجل بتحترم الجمهور اللي انت بتقول ان انت بتزود وعيه، فابسطها يا احمد يا غندور يا دحيح انك انت تواجه الناس بالحقيقة، ومفيش مشكلة على فكرة، الحقيقة ما بتزعلش. وانت لو راجل نظيف، وانا بالمناسبة ما بشككش فيك وماليش فيه يعني، ما اتكلمت معاك كذا مرة قبل كده وكنت راجل مؤدب معايا وكنت انا مؤدب معاك، فقصدي مفيش تشكيك فيك ولا حاجة، بس انت محتاج تحترم عقولنا شوية. انا واحد من الناس اللي بتتابعك، ما يسئني جدا ان انت تبقى بتبيع لي الاشتغالة بتاعت قفل البرنامج بالطريقة دي، عيب قوي يعني. يا شباب أنا بصفتي واحد اشتغل في مجال الإعلام وخاصة الإعلام الإلكتروني، ففاهم شوية عن بعض الشباب اللي بيقولوا طب هو فيها إيه لما حد زي أحمد الغندور اللي هو الدحيح يعمل محتوى علمي ملوش أي علاقة بالسياسة ويبقى شغال مع قناة الجزيرة في قطر. أنا أقول لك فيها إيه. فيها انه الدنيا ما بتمشيش كده. انت لما بتشتغل مع حد محتاج تعرف ايه نواياه وهو عايز ايه. ليه؟ هو ممكن يكون بيستغل وجودك علشان يمرر الرسائل بتاعته. انت مثلا لما بتعمل سبسكرايب على البرامج بتاعت الدحيح، انت عارف ان انت بتعمل سبسكرايب على اي جي بلس، مش على برامج، مش على منصة منفصلة. هو بيحاول يعمل ايه؟ هو بيجذبك باي محتوى. رياضة دي كانت اهم حاجة القطريين اشتغلوا عليها، رياضة. وبعدين السياسة اللي هي من النوع بتاع القوميين والوطنيين، لا 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 كده ده. وكمان شغل الاعلام الترفيهي والعلمي كمان، واخد بالك؟ افهموها بقى شباب. انا ما عنديش مشكله خالص مع احمد الغندور ولا المحتوى اللي هو بيقدمه، هو عايز يعمل اللي هو عايزه. انا عندي مشكله مع انك انت يتم استخدامك عن طريق دولة وسيلة إعلامية ممولة بشكل مباشر من مخابرات دولة. يعني قصدي مش مستخبي، المخابرات القطرية هي اللي بتمول الجزيرة، وبعدين الجزيرة تستضيفك تحطك في القناة بتاعتها وتبدأ تبص للناس المحتوى العلمي بتاعك اللي هو ما فيهوش أي كلام عن السياسة وكمان المحتوى السياسي اللي هو فيه التحريض على البلد والتحريض على قيادات البلد. وعندهم خطة كاملة قاعدين شغالين عليها بقالهم سنين لمحاولة التأثير على من يحكم مصر، لأن ده
بيدي القطرين قوه كبيره جدا. واحد يقول لي هو انت قاعد سايب كل حاجه وبتلوم كل حاجه على القطرين، اقول لك ما هو ده، هي دي المشكله. هو انت فاكر ان انا مغفل كده؟ لا طبعا، بس انا بقول لك ان في ناس كتير بيتم استغلالها. احمد ممكن يكون تم استغلاله، بس محتاج يطلع بقى يكلمنا بصراحه ويحترم نفسه شويه.